خبر عاجل وردنا منذ قليل، تقديم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك استقالته وتنحيه عن إدارة نادي الزمالك لاستشعاره الحرج وعدم قدرته على إدارة نادي الزمالك. مجرد كلمتين تخيلتهم دلوقتي، عملتهم بيان، أنا فرحت وأنا بقولهم الصراحة. تمنيت لو ان هم حقيقيين، يعني كم كنت اتمنى ان انا اطلع في فيديو تنحي مرتضى منصور عن ادارة نادي الزمالك، لان فعليا الموضوع زاد عن حده قوي. نادي الزمالك ما يستحقش اللي بيحصل فيه ده نهائيا على الاطلاق، ايا كان. نادي الزمالك ده، نادي الزمالك ده لو حانة حضرتك الناس بتروح تسكر فيها، ما تستحقش ان هي تعامل او تدار بالطريقة الغوغائية العشوائية البربرية الهمجية، اللي لو في اي طريقة او في اي جمل تانية توصف ان هي حالة الهرج والمرج اللي احنا فيها دي كنت هقولها. كم اتمنى وكم يتمنى كل عشاق نادي الزمالك ان حزين على طب على فكرة يا جماعة بقى كلمة حق، يعني مرتضى منصور ده لو ساكت، لو مش بيتكلم، لو ماسك لسانه مثلا، لو خبيث مثلا، لو قلنا محمود الخطيب خبيث، من وجهة نظري خبيث واعي، يعني محمود الخطيب ده حسه فلاح من الفلاحين اللؤمة، فهمني، اصلهم فلاحين عيت الخطيب دول اصلا، فهو فلاح ومكار. محمود الخطيب كان نفسي مرتضى منصور يكون واعي زي الخطيب كده ويشتغل في السر ويبقى مكار وواعي، يسيبوا من شغل بقى الايه ده. انت يا راجل يوتيوبر اكتر، احسن انجح من يعني ابو فله ده ولا ابو فله ده، انت انجح منه. يعني اي خبر مهم واي حاجه مهمه، تخيل لك ان تتخيل انها مش بتنزل على البيج الرسميه بتاعت النادي، بتنزل يعني اي حاجه مهمه بتنزل على البيج بتاعت مرتضى منصور، بعدين بتنزل على اليوتيوب، هو بيطلع يقول روحوا على اليوتيوب شوفوها واعملوا سبسكرايب واشتركوا في القناه. بعد كده بقى بعدين بقى تبقى تنزل في نادي الزمالك على البيدجات بتاعت نادي الزمالك او ما تنزلش عادي يعني. فالواحد حزين، جوه مني كلام كتير مش عارف اقوله يعني الصراحة، ولكن اجمالا انا ضد مرتضى منصور.